القصة دي اتحكت من الشاب نفسه بعد ما خرج من المستشفى النفسي بفترة، وحكاها لابن خاله قدام كذا واحد في البلد. ناس كتير سمعوا نفس الكلام منه قبل ما حالته تسوء تاني. في قرية جنب الترع والأراضي الزراعية كان في شاب اسمه محمود، 27 سنة، بيشتغل في أرض أبوه. عادي جدا، معروف وسط الناس، ما بيخافش، وكان دايما يروح يروي الأرض بالليل عشان الدور. ليلة في الصيف حوالي 1:30 بعد نص الليل أخد الكشاف وراح يفتح المية. الطريق كله هادي، صوت ضفادع ومية الترعة. وصل عند الغيط وفتح الساقية، قعد على حجره يستنى. بعد 10 دقايق سمع واحدة بتضحك. افتكر بنات من البيوت البعيدة، بس الضحك كان جاي من نص الترعة نفسها. سلط الكشاف، ملقاش حاجة. قفل النور، الضحك قرب. فتح تاني، لقى ست شعرها طويل جدا، لابسة أبيض، قاعدة على المية نفسها ورجلها جوه الترعة. بصت له وضحكت. محمود جري، بس هو بيجري سمع صوتها وراه بتقول اسمه: محمود، سيب المية. رجع البيت مفزوع، سخن، فضل يومين مش بيتكلم. بعدها بقى يسرح ويبص للترعة من بعيد، كان يقول: هي مستنياني. أهله ودوه لشيخ قرأ عليه. محمود صرخ وقال: بتشدني من رجلي وأنا نايم. فضل شهر يتعالج، رجع طبيعي شوية. كل الناس افتكرت الموضوع خلص. بعد أسبوع اختفى. دوروا عليه لحد الفجر، لقوه قاعد في الأرض جنب الترعة، هدومه كلها طين، بيكلم نفسه. قالهم: هي كانت تحت المية ومش لوحدها. رجعوه البيت. الليلة دي صحي الساعة 3 وفتح الباب وخرج. أمه لحقته لحد أول الغيط، شافته واقف قدام الترعة بيضحك وبيمد إيده لحد جوه المية كأنه ماسك إيد حد. ومن يومها اتجنن فعلا، بقى كل يوم يرسم ست بشعر طويل على الحيطان ويكتب جنبها: قالت هترجعني تحت. آخر مرة اتكلم فيها طبيعي قال لابن خاله: أنا أول ما بصيت في وشها شفت ناس كتير تحت المية، كلهم بيبصوا لفوق مستنيين حد جديد. بعدها بساعات قطع الكلام تماما، ولحد دلوقتي أهل البلد بيقولوا: في نفس المكان بعد نص الليل في ضحكة ست بتطلع من الترعة. صل على النبي صلى الله عليه وسلم.